تعرف على أسعار الدواجن اليوم. أسعار الدواجن اليوم بالمزرعة ويضاف لها ما بين 5 إلى 10 جنيهات في أسواق التجزئة. سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية ما بين 35 إلى 36 جنيه للكيلو، كما تراوحت لحوم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 31 إلى 32 جنيه للكيلو، والدواجن البلدي سعر 52 جنيه، بينما سجلت أسعار البط سعر 60 جنيه. وتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 4 إلى 5 جنيهات، وسجل الكتكوت الصاصو من 4 إلى 5 جنيهات، أما يتراوح سعر البانيه ما بين 90 إلى 100 جنيه. وعن أسعار البيض اليوم، سجل سعر البيض الأبيض من 65 جنيه للكرتونة من 67 جنيه للكرتونة، ويصل إلى المستهلك إلى 70 جنيه، والبيض البلدي ما بين 70 جنيه للكرتونة ويصل للمستهلك إلى 72 جنيه. وننتقل إلى خبرنا التالي. وجه لهم 3 نصائح. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم الهدايا لطلاب مدرسة ابتدائي بقرية الحصص. تعرف على التفاصيل. زار الرئيس عبد الفتاح السيسي المدرسة الابتدائية بقرية الحصص ضمن المشروع القومي حياة كريمة، وقالت المسؤولة عن المدرسة أن مدرسة الحصص الابتدائية تخدم حوالي 606 طلاب فصل داخل المدرسة. ودخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد فصول المدرسة ومازح الطلاب، فقال لأحدهما: أنت شكلك بتاكل كتير، لازم تلعب رياضة. وقال للآخر: أنت عاوز تتغذى شوية. ونصح الرئيس عبد الفتاح السيسي الطلاب بالاهتمام بالمذاكرة وكذا الرياضة، وقدم الهدايا لطلاب المدرسة. ودخل الرئيس المكتبة. وننتقل إلى خبرنا التالي. قرار عاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عزل نائب رئيس مجلس الدولة من منصبه. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. ونشرت القرار الجمهورية رقم 581 لسنة 2022 في الجريدة الرسمية بعدتها الصادر بتاريخ 30 نوفمبر. وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوة التأديبية رقم 11 لسنة 68 قاف تأديب بجلسة 26/10/2022. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.